الراجل ده كان رايح يركب عربيته، لقى طفل صغير قاعد جنب العربية وبيمسحها له. قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا بغسل لك العربية وبمسحها وبنضفها. قال له طيب انت خلصت؟ قال له اه. قال له طيب يا حبيبي خد الفلوس دي ليك. فالولد بص على الفلوس كده، مرضيش ياخدها. قال له هي الفلوس دي قليلة؟ طيب خد مبلغ اكبر. فالولد مرضيش ياخد الفلوس، خطف كيس الاكل وجري. الراجل استغرب جدا، مشي ورا الولد لغاية لما وصلوا بيت قديم، وقاعدة قدامه واحدة ست مريضة جدا. فالولد جري عليها وقال لها يا أمي أنا جبتلك أكل. قالت له أنت جبت الأكل ده منين؟ قال لها أنا دلوقتي بشتغل وبمسح العربيات وباخد فلوس علشان أجيب لك الأكل والدواء. الراجل شاف الموقف ده، تأثر جدا 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 بأن طفل صغير يحس بالمسؤولية من ناحية أمه. جري على عربيته، أخد كل الحاجات اللي في عربيته، رجع تاني للولد ومامته، حط لهم كل الحاجات قدام باب البيت ومشي. ربنا ما بينساش حد وبيبعت لكل واحد رزقه لحد عنده، سبحان الله.